السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام دايما يا رب. النهاردة حلقة جديدة في برنامج اتعلم كمبيوتر. هنتكلم فيها عن ضغط الملفات وازاي نقدر ان احنا نضغط ملف. يعني ايه نضغط ملف الاول يا شباب؟ نضغط ملف معناها ان احنا بنصغر حجم الملف الموجود. ليه؟ علشان نقدر ننقله من جهاز لجهاز بحجم اصغر، او ان احنا نخزن الملف ده على الكمبيوتر عندنا بحجم اصغر. طيب هنستخدم الطريقة اللي معانا، هنستخدم فيها برنامج الرار. طريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة ازاي. انا عندي ملفين اهم جوه مجلد اسمه بوك. تمام. بنقوم محددين الملفين اللي احنا هنضغطهم. تمام. وبعدين ندوس على كليك يمين edit to book.rar. طيب هتلاقي تاني اختيار في الملفات المضغوطة edit to book.rar، ده لان اسم الفولدر بتاعي الاساسي اللي بيحتوي، او اسم المجلد بتاعي الاساسي اللي بيحتوي على الفايلين اللي انا عايز اضغطهم دول هو اسمه book. فانا هدوس على ادي تو بوك دوت رار. بوك ده اسم المجلد، وانت لو عندك اسم المجلد حمادة يبقى تلاقي اسمه هنا حمادة. لو عندك اسم المجلد اشرف هتلاقي اسمه هنا اشرف. على سبيل المثال دوت رار بصيغة الرار عشان يتضغط بتدوس عليها ادي رار، وادي بينزل قدامك الملف مضغوط. طيب بتاخد الملف كوبي لأي مكان انت عايزه. تمام. وليكن مثلا انا هكريت له فولدر جديد وهحطه جوه الفولدر دوت. طيب انا كده ضغطت الملف وصغرت حاجه. طب انا عايز استعمل الفايلات اللي جوه الملف دي، وعايز ان انا افك الضغط دوت. الطريقه برضو سهله اني افك ضغط الملفات. كليك يمين على الفايل اللي انا عملته اللي هو المضغوط. في عندك حاجتين، عندك اول حاجة extract files او extract here. تمام. طيب فانا هدوس extract here، هينزل لي الفايلين اللي انا عملت لهم ضغط. طب لو انا عايزهم بقى باسم الفولدر اللي انا عامله، فانا هدوس extract to واسم الفولدر اللي انا كنت عامله بيه. هيكريت لي فولدر زي ما احنا شايفين اسمه بوك، والبوك ده جواه الفايلين اللي انا فكيت الضغط بتاعه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتدينا اللايك الجميل والكومنت الجميل. شكرا ليكم.